العراقية زها حديد، والتي أصبحت أول امرأة عربية تحصل على جائزة بريتزكر المعمارية. ولدت في 31 تشرين الأول 1950 في العاصمة العراقية بغداد لعائلة ذات نفوذ. فوالدها محمد حديد كان رجل أعمال وأحد مؤسسي الحزب الوطني الديمقراطي في العراق، ووالدتها وجيهة الصابونجي كانت فنانة. والتحقت بالجامعة الأمريكية في بيروت وتخصصت في الرياضيات. وفي عام 1972 انتقلت إلى لندن لدراسة الهندسة المعمارية، وهناك تعرفت على العديد من الأساتذة والطلبة، مما كان سببا في انطلاقها إلى الحياة العملية. وقبل شهرتها كمهندسة معمارية كانت تمارس مهنة ناجحة في التدريس بعدة مؤسسات تعليمية. وفي بداية عام 2000 كانت تحصل على جائزة سنويا، حتى حصلت على 12 جائزة في عام واحد. وخلال حياتها قدمت 950 مشروعا في 44 دولة مختلفة. وتوفيت زها حديد في 31 آذار 2016 في مستشفى ميامي أثر إصابتها بأزمة قلبية. ومن أشهر أقوالها: لا أعتقد أن المعمار يقتصر على المأوى، فهو ليس مجرد سياج بسيط، بل يجب أن يحمس المرء ويهدئ أعصابه ويدفعه للتفكير.